السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو قنيه معمره. هاد القنيه هادي صوبتها لراسي. المهم كتنقيوها مزيان من داك الزغب، حتى اللي شراها يحاول ينقيها مزيان، راه كيبقى فيها الزغب. كنحاولوا نقيوها مزيان. عندي هنايا الشعريه الصينيه، درت لها الماء طايب وشويه د الملحه. عندي هنايا داك الكبده ديال القنيه وزدت معاها واحد جوج كبيدات ديال الدجاج، وهنايا القزبره المعدنوس، هنايا شويه الزيتون مقطع. انا عندي واحد البصله محكوكه وجوج ضريسات ديال الثومه معاها. عندي هنايا واحد المعلقه ديال المطارد، وهنايا معلقه د الهريسه معلقه كبار. هنايا عندي عصير حامضه. هنا عندي زيت العود، وهنا صوص صوجا. هنا سكينجبير، الخرقوم، سكينجبير، البزار، التحميره، الملح. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو. عندنا هنايا هذا الربيع، نزيدو معاها البصله، الملح. المهم غادي نديرو تقريبا واحد نص معلقه ديال الملح. عندنا هنايا تقريبا كلشي فيه الملح، المطارد، الهريسه، صوص الصوجا، كلشي تقريبا فيه الملح. حاولنا نقصنا شي شويه. هي واحد نص معلقه ديال التحميره، بزار، سكينجبير، خرقوم، كنزيدو هاد المعلقه ديال المطارد، انا الهريسه عندي حاره شويه، غادي ندير فيها غير نص معلقه تقريبا. الا كانت الهريسه ما حراش بزاف نقدروا نديروا معلقه كبيره. هنا عندي نص الصوجا، نديرو فيها تقريبا حتى هي قياس معلقه كبيره، كتجي زوينه، كتعطي مذاق رائع. زيت الزيتون، تقدروا ديروا نص زيت الزيتون ونص زيت المائده. وعندنا هذا العصير ديال الحامضه. اللي بغى يدير الحامضه مسير يقدر يقطع شويه د الحامض، داك اللب ديال الحامضه مسيره ويديرو. كنخلطوا كلشي عند القوام هذا باش غادي نشرملو القنيه ديالنا. عندنا هاد القنيه دابا غادي نشرملوها. غادي بعدا نقطعوا هاد الشعريه ديالنا، سلقناها في الماء مع شويه د الملح، تقريبا غير الماء طايب، غير واحد جات طالعه شويه في النار، طفيت عليها خليتها شويه في داك الماء طايب. كنعمرو بها هاد القنيه ديالنا، كتجي زوينه. دابا غادي نجيبو هادي الكحيصه حدايا، غادي نشملوها. انا غادي ندير تقريبا نصف ديال الكميه. هنايا النصف الاخر غادي ندير فيه هاد الميسي، تقريبا غادي نخليو كميه كبيره، مع غادي نديرو معاه شويه ديال البطاطا.
كنزيد معاه الزيتون مقطع، هاد الكبيدات تا هما مقطعين، كنخلط بيديا. نخلطو مزيان هاد الشعريه حتى كتنسجم مزيان مع هاد الخليط اللي درنا لها وهاد الكبيدات والزيتون، شي بحال هكا. صافي هنايا غادي نجيو نشملو القنيه ديالنا مزيان على هاد الشكل. نشملوها مزيان، نحلوها في هاد البليصات هذا ديال السيكات، كندخلو لها مزيان تشرموله. هنايا كنجيب موس كنتقبها شويه هنايا هاد الخيطات باش كتدخلهم تشرموله مزيان. بحال هكا. على هاد الشكل. وهاد البليصات حتى هما كيكونوا غلط شويه. كنشملوها مزيان وكنخليوها تقريبا واحد ساعتين ولا ديال المكانه. نخليوها واحد ساعتين المكانه عاد كطيب، عاد كنطيبوها. دابا كنعمروها بهذا الشكل. دابا غادي نعمروها مزيان، غندخلو لها مزيان العمر في هاد البلايص، وكنحاولوا كنجمعوها بهاد العويدات ديال الكورطون على هاد الشكل. كنستمروا على هاد الشكل. نزيدو لها شويه. نزيدوها بحال هكا. صافي دابا غادي نخليوها حتى كتشرمل حتى تدخل فيها ديك التشرموله واحد تقريبا ساعتين المكانه. اللي كان عنده الوقت يشرملها كاع بحال من الليل. كنا غادي نديروها للغدا نشرملوها من الليل، انا ملي كيكون عندي الوقت كنشرملوه بالليل ونخليه حتى النهار الاخر في الغدا نطيبوه. كتدخل فيه التشرموله مزيان وكيجي زوين. ندير نحطوه هنايا. كنجيبو بطاطا عندنا واحد الكميه تقريبا 2 ديال البطاطات كبار ولا 3 على حسب الكميه اللي بغيتو. كنشملوها مزيان. هاد التشرموله هادي كنديروها انا كنديرها في بطاطا، حتى الا بغيت ندير غير بطاطا بوحدها كنشرمل البطاطا ونديرها بوحدها في الفران كتجي زوينه على هاد الشكل. دابا من بعد ما جلست القنيه ديالنا واحد ساعتين ديال المكانه في
تشرموله وتشرملات مزيان، دخلت فيها هذيك التشرموله مزيان. دابا غادي نزيدها البطاطا هذه نديرها في الجناب، وضعناها في هذه الصفيحه ديال الفرن وندخلوها الفران. صراحه كتجي جد رائعه هاد الشرموله هادي، عطي واحد الريحه زوينه بزاف، كتجي زوينه الصراحه. جوج طريفات ديال البطاطا كانوا باقيين نزدتوها على هاد الشكل هذا. هاد شويه ديال الفيرميسيل اللي بقات لنا هنايا مشرمله غنقدروا نديروها تفور في شي كسكاس صغير، نديروها تفور ومن بعد نحطوه مع القنيه ديالنا من بعد ما طيب. دابا غادي ندخلوه الفران. من بعد ما سخن الفران غادي ندخلو الصفيحه ديالنا على هذا الشكل، نقدو مزيان. كندخلوها بحال هكا، كنشعلو الفرن من الفوق ومن التحت، ونخليوه على درجه حراره 250 ونخليوه حتى كيطيب واحد ساعه د المكانه تقريبا، وغادي نرجعو نشوفوا الطبق كيفاش تيجي. هذه هي القنيه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه ومحمره مزيان، مشويه مزيان في الفران، كتجي زوينه. وبطاطا الصراحه حتى هي كتجي جد رائعه، كتجي مشويه مزيان في الفران بحال هذا الشكل، كتجي جد رائعه. بطاطا انا كتعجبني كنديرها حتى بوحدها على هذا الشكل، كتجي مزيانه. والفيرميسيل ديالنا اللي شاطر هو هذا، انا فورته في الكسكاس واحد 10 دقائق تقريبا، ما داريش بزاف د الوقت ولا ربع ساعه كاع. اللي ما بغاش يديرو في الكسكاس يقدر يديرو غير في المقلاة شحال مزيان، كيطيب دغيا واحد 10 دقائق هكاك في المقلاة شحال مزيان صافي. وتزيين انا زينت بالكاشير والزيتون جا على هذا الشكل، كل واحد يزين المهم بداكشي اللي عجبو. المهم كترافقوه بشويه د الهريسه اللي بغى يزيد الهريسه. المهم تزيين كيبقى على حسب الاختيار، اللي بغى يدير الحامض مصير، انا ما عنديش صراحه، قدرت غير بهذا الشيء اللي عندي. وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تنساوش دائما تدعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين ولي زابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.